أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ شوفوا لي يا البنات البنة متاع اليوم حبيت نشارككم، قلت ما فيهاش لازم نشارك البنات الحاجة البنينة اللي باش نعملها اليوم باش نعمل مع بعضنا بامبالوني. شوفوا الخفة، شوفوا التفشفيشة اللي في وسطها، شوفوا ثنية فارغة هكاكا في وسطها، بالحق تهبل. خفيفة بنينة، الروسيت أسهل من هكا ما فماش. تبعوا معايا الطريقة بشوية بشوية بإذن الله تجيكم كيفي وحتى أحسن. أما قبل كل شيء وكيف ما العادة خلينا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجينا توا للرسيت وللطريقة بالضبط وبالصحيح وكيف ما انتوما تحبوها تجيكم، راهي تجيكم هايلة 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 يا البنات. به أول حاجة الساعة اخترت كاس يهز 200 مليلتر، وباش نحاول نقيس به كل شيء من المكونات متاعي وباش نبدأ نخدم في العجينة متاعي. أول حاجة الساعة خذيت مغرفة صغيرة ملح ومعها مغرفة صغيرة سكر باش نحطهم في الشقالة متاعي. ومن بعد باش نزيد عليهم الخميرة متاع الخبز، باش نحط ساشيه كاملة تهز 12 جرام، والا اللي عندها خميرة مسيبة تغرف هكا بمغرفة كبيرة تكون ماهيش مكومة بالطبيعة، تكون معبية وكهو. وبالنسبة للماء خديت ماء دافي بالكاس هذا اللي يهز 200 مليلتر، باش نحط كاس ونص معناها 300 مليلتر الكل في الكل ماء دافي، باش نحطهم ونحاول هكا نخلطهم بشويه بشويه للي يتفاعل شويه اكل الخميره متاعي. بالنسبه للخميره متاع الجاتو باش نستعملها حطيت منها شطر الكميه، معناها خديت بمغرفه صغيره فك الكيس الثالث متاع الفارينه. باش ناخذ توا بشويه بشويه نحاول نخلط بالفواكه كما تشوفوا، وتقعد تخلط حتى السكر والملح اللي حطيتهم يذوبوا ما يقعدوش كريستاليزي كيكه. وكيف كيف الخميره تدخل بالكدا في الماء الدافي وتذوب. توا باش نبدا نحط الفارينه، حطيت الكاس الاول وباش نخلط، ومن بعديك نحط الكاس الثاني ونخلط، وكيف كيف الكاس الثالث. البنات حاولوا هكايا قيسوا بشويه بشويه، ما تحطوهوش الكل الكاس الثالث، حاولوا حطوا الشطر الاول وشوفوا العجينه كيفاش باش تولي، ومن بعديك حطوا الشطر الثاني. انا كليت لي 3 كيسان نتاع فارينه كاملين، كل كاس يهز 200 مليلتر كما قلت لكم. هاكا نحاول نعطيكم الفازات الكل، الكيلات الكل، الحكارات الكل باش تنجح معاكم باذن الله. انا الريسيت هذه راهي معتمده عندي سنين نعمل فيها، ولا مره فشلت، ديما تجيني ناجحه، وكل مره بالعكس كل مره على قد ما تاخذ يدكم عليها الريسيت على قد ما تنجح معاكم اكثر واكثر واكثر. وان شاء الله تجربوها وتحطوا لي اللوطه في التعليق النتيجه اللي تحصلتوا عليها، باذن الله تنجح معاكم. به لهنا البنات بديت نقيس بيدي كما قلت لكم ونمس فيها ونشوف فيها كيفاش التكستور نتاعها، الملمس نتاعها معناها كيفاش في يدي طريه، مازال تميها شويه، يبست ليه هكاكا. شفتوا انا 3 كيسان هذوكم معبين بالفارينه بالضبط كيف ما انا مستانسه نعمل، ديما ياكلوا لي هكاكا. اما انا نخاف من الفارينه لا تشرب لي، نخاف الفارينه لا تظهر ما تشربش، هاكا ديما الكاس الثالث نحط شطر وشطر هكا الاخراني نقعد نقيس بعينيا. الكاس الثالث كما قلت لكم فيه مغيرفه صغيره متاع خميره متاع جاتو الباكو اللي وريته لكم من الاول. ممكن حتى تنجموا تعملوا حتى بثلاثه صوابع تهزوا هكايا وتحطوا رشه صغيره، ماهيش راهي حاجه كبيره الخميره هذيك، ما تحطوش ياسر منها. المهم لهنا باش نقعد بيدي، شوفوا من اللوطه ونغرف ونجبد الفوق، من اللوطه ونغرف بيدي ونجبد الفوق هكايا. تبدا نقولوا نحنا نخبط فيها، فوالا نخبط فيها هكا كاينكم تخبطوا في حاجه في يديكم تسمعوها تبدا تلقلق في يديكم، عرفتوا؟ هذيك القوام اللي نحبوا عليه، ما تكونش مي هكا تهبط ما بين صوابعك كي تشدها، ما تهبطش بالطبيعه بين صوابعك وتفلت لك من يدك، وما تكونش يابسه عجينه تتعجن، لا هكا جوست تبداو هكا تطريو فيها بيديكم تهزوا الفوق هاكا. شفتوا هنا نعرف النتيجه نتاعي نتاع الخدمه نتاع البات ناجحه كي نعمل هكا بيديا بصوابعي تولي خيوط خيوط بين صوابعي وكي نجبدها، هذيك تسمى صاي وصلت للقوام اللي نحب انا عليه. به لهنا جيت بعد ما خمرت بالطبيعه غطيتها خليتها سويعه غير ربع، والا كان مزروبين تنجموا تخليوها حتى نص ساعه. تغطيوها بالكدا ولا حطوا عليها شويه سيلوفان ولا حطوا عليها كيفين الطبق هذاك رديتوا عليها، خليتها سويعه غير ربع ورجعت لها مهويه بالكدا بالكدا بالكدا، عملت ديجا فقاقيع من الفوق، هذيك تسمى ناجحه باذن الله باش تنجح لكم.
في التطيب. باهي لهنا خذيت غرقت يديا بالكدا بالكدا، عبارة نغسل فيهم عرفتوا عبارة نعمل في طلية في يديا بالصابون. لازمكم يجيكم الكل وجه وقفاه بالزيت باش البات نتاعكم العجين ما يلصقلكمش في بلاصة من البلايص الشايحين في يديكم، خاطر كي باش يلصق باش يتعبكم في الخدمة. حاولوا على قد ما تقدروا يجيكم ديما فك الصحفة أو بالزيت في الصحفة وبالزيت باش تعاونكم في الخدمة متاع البات خاطر هاكم تشوفوا ماهيش شادة روحها برشا. هذاك اللي باش يعاونكم، الزيت اللي في يديكم هو اللي باش يعاونكم على البات. المأمورية متاعو إنه يخليكم تتحكموا بالكدا بالكدا والعجينة ما تلصقلكمش في يديكم وتبدا هكا مجاوبتكم في الخدمة. باهي لهنا حبيت هكا ناخذها قرص قرص، كل مرة ناخذ قرصة ونحطها. البلا متاعي غرقته بالكدا بالكدا بالزيت، حط له شبعه بالزيت باش هو زادا كيف كيف ما تلصقش فيه العجينة. العجينة حساسة أما راهو على قد ما تتبعوا لي زاستوس هذوما راهي ما تتعبكمش جملة وتجيكم الخدمة سهلة. هذه روسيت بصراحة اقتصادية، تقفوا هكا وقفة متاع نصيف ساعة العشية تعملوا صحين بامبالوني نودكم ولا نشهيكم يا البنات. راجلك تعجبوا، صغارك تعجبهم، انتي تشيخ عليها الروسيت. كان عندك صغير قصلو هكا طريف واعطي في يديه، بالحق روسيت تهبل. كان عندك هكا اولادك جابوا اصحابهم هكا باش يراجعوا بحذاهم ولا باش يقعدوا يتفرجوا في فيلم ولا حاجه، اعمل لهم الروسيت هذيا على ضمانتي، يشيخوا عليها الصغار. المهم لهنا البنات خذيت اكل القرصه الاولانيه نحطها في يدي ويدي كالعاده مغرقه بالزيت، وحطيت بصبعي وسعت نقبه في الوسط بصبعي وخذيت بديت بشويه بشويه باربع صوابع نتاع يدي هذه وباربع صوابع نتاع يدي هذه نحل فك الدوره للي هاكم تشوفوا كيفاش تولي، ونحطها في الزيت سخون سخون بالكدا يكون الزيت باش في ساعه يلقفها والعجينه تتفورم. شوفوا هنا باش نحاول بالمغرفة وانا هكاك نغم فيها بشويه 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 بشويه. البنات راهو برشا يقول لك تحب ياسر الزيت، بالعكس الزيت يبدا ماهوش ياسر، كيس زيت يكفي باش يقلي لك الكميه الكلها. وانتي هاكا بشويه بشويه وانتي تقلي بالكعبه بالكعبه. انا عملت كعيبات صغيرونين، تنجموا حتى تزيدوا بحذا الكعبه هذيك كعيبه اخرى تتقلي باش اقل وقت في ساعه تكملوا الكميه الكل. وبالنسبة للي تحب كمية ما أكبر تضاعف المكونات كيما عملت أنا، تضاعف المكونات تعمل طبق ما أكبر ما شاء الله أنتِ الكمية متاع اللي تحب تعملها معناها، وأنتِ والأشخاص معناها وعدد الأفراد اللي تحب تززيهم عندك. باهي لهنا الكعبة الثانية، شوفوا ديما أي عجينة في العالم راهو الكعبة الثانية خير من الأولى، والكعبة الثالثة خير من الثانية، للي تخلطوا للأخرى تجيكم عالمية. تعرفوا علاش؟ على خاطر العجينة مشات فيها الخميرة بالكدا، على قد ما تمشي لكم الخميرة في العجينة بالكدا على قد ما تعطيكم ديما النتيجة الأحسن. باهي لهنا هاكا صغرت في الكعبات وبديت نقلي بالزوز بالزوز. الكعبات ما نحكي لكمش يا سلام. هاو شوفوا هنا كيفاش تقليو على جهة تحمار بالكدا ومن بعديك تقلبوا على الجهة الثانية، تحاولوا تغموا بالمغرفة، تغموا بالمغرفة تقليو وتغموا بالمغرفة. كي تتنفخ هكاك وتقعد بيضة اقلبوها على الوجه باش تقعد هكاك شادة الفورمة هذيك في القليان. ان شاء الله نكون نعطي فيكم في ليزاستوس الكل، ما نخبي عليكم حتى سر من الاسرار. نحب كيما نجحت لي تنجح لكم انتوما. شوفوا هنا بدات تطلع فك الفقاقيع البيضه هذيك وبدات هكا تبدا من داخل اسفنجيه، عرفتوا خفيفه كل خفيف كل خفيف محلاها محلاه. شوفوا الكعبه الثانيه كيفاش تقليت، والكعبه هذه كيف اللي من بعدها، وهكاك وكملت الكميه الكل بالطريقه هذه. نقلي على الوجه ومن بعديك نقلب على القفاه وهكاك ونحي بالكعبه ونحط اللي من بعدها. النتيجه اكثر من رائعه. شوفوا بنة خفة هشاشة اقتصادية ما تتكلفلكش حتى طرف، معناها بالمكونات اللي عندك في الدار تعمل الكمية اللي تحب عليها انتي وتشيخ بها صغارك وكان عندك ضيف، كان انتي باش مثلا ماشية باش تمشي لحد هكا تهزها في يديك، رشة عسل رشة هكية شوكولاتة هكية ذوبها وتعملها خيوط خيوط فوقها شوية سكر كيف ما تحب. انا نحبها الحق انا والصغار نحبوها بالسكر على الطريقة التقليدية. عملتها هكا شوية رشة سكر وهي الحق تتاكل سخونة. ماذا بيكم دوب ما تكملوا تقليوا الكمية فيسع حطوها تجي زدا كيف فطور صباح مع قهوات هكايا، خاصة جاي صيف توا الصغار يبداو مصلحين، نقوموا قبلهم حتى بنصيف ساعة تك تك نحضروهم. بن يا البنات اقسم بالله
بالحق ما تتراتيش، ما تتفلّتش، هذه الروسيت اللي بالحق يقول لك ما تفلّتهاش، نوتيوها حطوها عندكم، أكيد، أكيد باش تشتهيوها نهار وباش تستحقوها باش تطيبوها في دياركم، فرحوا بها الصغيرات واقتصادية هي باهية، من غير ما تقعد تخرج تجيب لها مكونات، مكوناتها بإذن الله يكونوا عندك في الكوجينة، وتعملها وتشيخ عليها وتعجب الصغار أكيد، أكيد وتعجب اللي في الدار الكل. توا نقول لكم الفيديو قريب يوفى، شوفوا النتيجة متاع الكعبة هذيا اللي حليتها لكم، باش نحل لكم كعبة أخرى باش ما تقولوش مريم حلت لنا كعبة ناجحة وفما كعبات أخرين ممكن يكونوا ما همش هشوشين ولا ما همش ناجحين، شوفوا هاي زادا الكعبة اللي من بعدها، كعبة أخرى الكلهم نفس النتيجة، هايلين بنان خفاف حاسيلو شكر روحه وتعدى من هنا توا. المهم تابعوا الروسيت ما تندموش ردوا لي الأخبار اللي باش تجربها نقول لكم توا أنا في أمان الله الفيديو قريب يوفى بإذن الله نتقابلوا في نهار جديد في فيديو جديد نقول لكم مرة أخرى نحبكم برشا وراكم في القلب وبالسلامة.